ملخص سريع لأهم وآخر أخبار النادي الأهلي السعودي الملكي كما ذكر في الصحف والمواقع والإعلام اليوم. بحسب صحفي ألماني، أصبح مدرب الأهلي ماتياس يسلا مدركا أنه ضمن قائمة اشتوتغارت لخلافة إسبستيان هونيس في الصيف المقبل. وكشف مصدر في الأهلي عن عدم وجود بند الشرط الجزائي في عقد المدرب، أي أن الراقي لن يحصل على أموال من عملية فسخ عقده قبل 2026 من النادي الألماني. وترغب إدارة النادي الأهلي في تغيير الإدارة الفنية في نهاية الموسم الحالي في حالة فشل الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية. ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 14 نقطة بعد مرور 10 جولات من المسابقة. يبدو أن نجم فريق كرة القدم بنادي النصر مختار علي سيكون مثار العديد من اهتمام الأندية في الدوري، بالرغم من اهتمام إدارة ناديه بتجديد عقده خلال الأيام الأخيرة. مختار علي يبقى ضمن قائمة لاعبين مرشحة للرحيل مجانا مثل عبد الله الخيبري وعلي لاجامي، لكن الإدارة النصراوية تخشى رحيل لاعب الوسط إلى أحد المنافسين التقليديين في الدوري. وذكر إعلامي رياضي بأن اللاعب مختار علي يدخل الفترة الحرة مطلع شهر يناير عام 2025، حيث تم الاستفسار جديا من قبل ناديي الأهلي والشباب لكسب خدماته. وأضاف بأن الهلال أيضا ينتظر دخول اللاعب الفترة الحرة لبدء المفاوضات معه، استغلالا لوضعيته الحالية مع فريقه إذا لم يشارك سوى في 8 مباريات بمختلف المسابقات كبديل، ولم يسجل أي هدف ولم يصنع أيضا. وترغب إدارة نادي النصر في إقناع اللاعب، لكن الأخير يريد المشاركة بشكل أساسي، وهو ما يجد فيه حاليا صعوبة مع النصر، لذا فإنه قد يفضل خيار الرحيل. أكد الناقد الرياضي علي العنزي أن الجزائري رياض محرز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يقدم ما هو مطلوب مع الراقي، ويقدم محرز أداء ضعيف مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات على عكس نتائج الموسم الماضي. وشارك محرز مع الأهلي هذا الموسم في 14 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية ليسجل 4 أهداف وصنع مثلهما. وأكد العنزي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج دورينا غير أن محرز لم يقدم الأداء المطلوب منه في الأهلي، وآخره يلعب كرة قدم في حواري. تحدث الكونغولي شانسل مابيمبا مدافع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي عن مستقبله مع فريقه وإمكانية رحيله خلال سوق الانتقالات المقبلة إلى الدوري السعودي. وينتهي عقد اللاعب مع أولمبيك مارسيليا في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه في يوليو 2022 في صفقة انتقال حر. وفي تصريحات صحفية قال شانسل مابيمبا: لدي عقد مع مارسيليا وأتمنى الرحيل في يناير. وغاب مابيمبا عن المشاركة مع مارسيليا هذا الموسم، ولم يلعب أي دقائق منذ بداية الموسم، حيث يظل متعاقدا حتى يونيو 2025. ويستعد النادي الأهلي السعودي لتقديم عرض ضخم للحصول على خدمات اللاعب بعدما حاول نادي الشباب خطف اللاعب في بداية الموسم الحالي.